شخصيه بيكي، نيقه اللي بتنقي كل حاجه بالسنتوفه بتاعت التفاصيل مهمه قوي عندك. اما تيجي تختاري عرسان بناتك مش هقدر اختارهم ازاي؟ هتخليهم يتجوزوا ليه؟ هم لو عايزين يتجوزوا يتجوزوا، لو مش عايزين هم حرين. هي دلوقتي جابت لك شاب لطيف. ايوه. اوصفي لي الشاب اللي انت هتوافقي عليه، والكل واحده فيهم على حسب شخصياتهم، ايه رايك؟ يا نهار ابيض. سؤال صعب قوي، بس هقول لك هم اللي هيختاروا. ما انت الزمن اللي احنا فيه ده لا انا مش هقدر. انجي اقسم بالله العظيم. طيب حاضر. ان لو هي اختارت وانت مش عاجبك، انت هتعرفي ازاي تبوظي الجوازه دي؟ يعني بصي من تحت لتحت وفي الخباثه، من تحت لتحت وفي الخباثه. في الخباثه في الخباثه. انت فقساني قوي. انت فقساني قوي. ايه رايك بقى؟ فقساني قوي. طيب دلوقتي انت عارفه الثلاث بنات شكلهم عامل ازاي، شخصياتهم عامله ازاي. رقم واحد هتبقى محتاجه 1 2 3، ورقم 2 وليه؟ طب هقول لك من غير اساميهم عشان لا طبعا ما اقدرش، بس هقول لك في البيسكس، يعني في الاساسات. الاساسي دوت هتبقي عايزاه لكلهم، اللي هو مثلا يعني مواصفات معينه، 3 4 مواصفات معينه، دي لازم تبقى موجوده في كله. خلاص ايا كان بقى هم ايه، لكل واحده فيهم. لا يعني بنتي الكبيره هتبقى ممكن مثلا حد. ايه المواصفات العامه الاول؟ المواصفات العامه يعني يبقى بيراعيها، يبقى بيشاركها، يبقى بيسمع لها، وهي طبعا نفس الحاجه. يبقى ملتزم، طموح، يبقى عنده مبادئ البيسكس الدينيه بتاعتنا كلنا، يبقى لازم الحاجات دي يعني. بس في ده بيراعيها دي ازاي؟ يعني لو زعل منها حتى يراعيها، يعني يراعيها نفسيا. لو زعل منها اوكي يقول لها وكل حاجه، بس يبقى حنون، يعني يبقى في موده كده، يبقى في رحمه.